بعد المديح في المكمل أحمد أبو درب سالك، بحكي في سيرة وكمل لريف بلدنا والبندر كذلك. أهل بلدي أهل الريف أهل البندر عوافي عليكم. وأنا ماشية في القرية بيتسرب لي إحساس إنه طموح كل فلاح إنه يبطل فلاحة، ولو جبت حد من ولاد الفلاحين واتكلمت معاه هيقولك أنا أفضل إني أسافر برا، ولو ما قدرتش أسافر برا أفضل إني أشتري توك توك أشتغل عليه ولا إني أزرع فدان أرض. الله يرحم أيام زمان لما كنا بنشوف في الأفلام الأبيض والأسود، نشوف الفلاح يوعد ابنه إنه يجوزه بعد موسم الحصاد، بمعنى إنه بيقوله هنشتري العفش والجهاز وندفع المهر ونوضب القاعة تو ما نبيع المحصول. النهاردة الجواز ما بقاش قاعة والمحصول ما بقاش محصول. في بلدنا على قد ما فيه مشاكل عند الفلاح، على قد ما فيه أجهزة مسؤولة على إنها تحل المشاكل دي. فالفلاح مسكين ما بيقدرش يعرض مشكلته بشكل مباشر عند المسؤول. طب الحل إيه؟ الحل هي القنوات الشرعية. اللي هي إيه القنوات الشرعية دي؟ اللي هي مجلس النواب. فالفلاح صوته بيوصل للمسؤول من خلال من يمثله، أي من يمثل الفلاح في مجلس النواب. هنطلع فاصل ونرجع مع تقرير.